نفس السؤال بطريقة أخرى. هو أولا ما المقصود بالشارات الحمراء التي صدرت بحق مسؤولين في حكومة الكاظمي؟ وهل ستكون هناك شارات حمراء لحكومة عبد المهدي، لحكومة العبادي، لحكومة المالكي، لحكومة علاوي؟ لو الملفات غلقت مثل ما قال الأستاذ محمود، أكو إمكانية السيد القاضي حيدر حنون دا يدخل في حكومة الكاظمي لأن ليس لها جناح سياسي يعمل لحد الآن؟ نعم، بداية تحية طيبة لك إياس وللأخ محمود وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني الشارات الحمراء احنا نعرف انه اكو دائما في المطارات، في الانتربول، في الشرطة الدولية، دائما إشارة على الشخص هذا سارق، هذا الشخص مختلس، هذا متهم بقضية فساد، وبالتالي هي أشبه بالبلاك ليست اللي توضع أحيانا على شركات ومؤسسات مالية وغيرها من الأمور. لكن ريد ليست. ريد ليست. لكن أنت المشكلة ياسر اليوم عندما تكشف ملفات تحتاج، يعني حتى القاضي سيادة القاضي حيدر حنون اليوم هو دا يكشف بعض الأمور، وأمور خطيرة، لأن بدأ يمس بيها عروش سياسية. هذه العروش لها أساس منذ سنوات طويلة، وبالتالي هز هذه العروش يحتاج إلى إسناد سياسي من كل الكتل السياسية اللي موجودة. اليوم أنا ما أجي أدافع والله عن فلان لأن فلان يتبع لي، أو الشخص الآخر يتبع إلى جهة أخرى، أو أنه هذا هو خط أحمر لأنه مسنود من الزعيم الفلاني أو غيره. يعني قبل فترة من صارت بعض الأمور في محافظة الأنبار استبشرنا خير، وكنا نعرف هم مقربين لجهة سياسية، استبشرنا خير أنه هذه راح تكون فاتحة خير وبصمة أمل أنه أكو خطوات بعد. لكن اتضح فيما بعد أنه هي عملية تصفيات سياسية. أنا اليوم أمتلك ملفات على أستاذ محمود، أمتلك ملفات عليك، على أي شخص أجي أفتحها، هذا صراع سياسي. الضمهن لوقت تحتاجه بالصراع السياسي، يمكن أدق الضمهن، وبعدين تحتاجن إلى إذا عندما أثيرت هذه القضايا وأثيرت كصراع سياسي، إحنا اليوم نحتاج إلى فتح كل الملفات. ويا أخي مو صعبة، يعني أنت اليوم مو من الشيء الصعب إنه تجي تكشف ملفات الفساد. اعطيني جانب اليوم قطاع معين في الدولة العراقية صحي وسليم منذ التغيير لحد الآن. القطاع الصحي عندك متدهور، القطاع التربوي عندك متدهور، الخدمات عندك منتهية في العراق، تطوير للخدمات للبنى التحتية في العراق لا يوجد، الكهرباء، حتى ملف المياه انا اعتبره فساد كبير جدا يا اياس. ما يحصل اليوم من نزاع مع دولة جارة، تنازل وغيرها عن اراضي، هذا فساد. ليش؟ لان المفاوض العراقي يجب ان يكون قوي ومسنود، عنده ادوات قويه. قرار السياسي داخلي متشدد، قرار الخارجي متشدد، ليش قرار اكو صراع سياسي داخلي، حكومه توافقيه، شلون يصير قوي؟ من تكون الجبهه الداخليه عندك قويه تقدر تفاوض بقوه في الجبهه الخارجيه. لكن اذا انت اليوم انا انتظر زله عليك وانت تنتظر على الاخ محمود وبيناتنا احنا واحد يتصيد للثاني، طيب بالتاكيد قرارك السياسي والمفاوض عندك راح يكون ضعيف جدا. بالاخير لو غير حكومه الكاظمي يمشي الحال بهاي السهوله؟ لا مو بهذه السهوله. طيب. لان الكاظمي احنا نعرف انه صراع سياسي طيب. قوي جدا مع الكاظمي. طيب